السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. اول ما تشوف قناه فعلي حالا زر الجرس على الكل وتدوسوا السبسكرايب والزر الاحمر واللايك والتعليق الحلو يا احلى وارق فراولايه في حياتي. زي ما انتم شفتوا كده في المقتطفات، انا قلت لكم الفيديوهات اللي فاتت انا يا جماعه الفتره الجايه ان شاء الله هخطفكم كده، هخطفكم خطف كده، اعملوا حسابكم انا جايه اخطف قلبكم وتفكيركم وعقلكم كل حاجه. عايزه اقول لكم ان باذنك يا رب، باذنك يا رب الفيديوهات الجايه دي بصوا بيقول ضرب نار. اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله. محضر لكم شويه حاجات جميله، شويه افكار حلوه. طبعا زي ما انا اتفقت معاكم الفيديو الفائت، كل ما هلاقي التفاعل، كل ما هلاقي اللايكات، كل ما هلاقي التعليقات، كل ما هلاقي الشير، كل ما كده كل ده بتحمس اديكم افكار وحاجات كتير جدا جدا جدا. النهارده بالنسبه للفيديو زي ما شفتوا في المقتطفات هو عباره عن مشتريات، وكمان كان جوله او فلوج في هايبر ماركت في محمود الفار بمحافظه بورسعيد. النهارده يعني مش عارفه اقول لكم ايه على جمال الفيديو ولا المشتريات ولا الحاجات. طب نبدا كده على طول. اولا اللي انا بظهره كده ده البخور ده اللي هو العود الاماراتي، وعايزه اقول لكم ان ريحته تحفه تحفه تحفه. طبعا قبل اي حاجه كل حاجه انا شارياها من محل لو مارشي. محل لو مارشي عباره عن حاجتين يا بنات، جاليري وده حاجته اللي احنا بنعرضها النهارده، وفي الاوتلت اللي هو المنزلي، الجاليري اللي هي الديكورات والحاجات والديكوريشن والكلام ده كله. النهارده بالنسبه لي محضره لكم فجاه يعني تطير العقل حرفيا. يعني هعمل معاكم اتنين ديكور، واحد باللون البني والتاني بالالوان اللي هي البينك والروزات والحاجات دي كلها. طيب انا في نفس الوقت يعني انا جمعت الديكورين مع بعض. يعني اول حاجه هنا بفرجكم على الثلاثه كتب ديكور، دول الثلاثه دول باللون البني، وهقول لكم مشتقاتها او احنا مختارين ايه كمان للديكور، وازاي اصلا تنسقي الديكور بتاعك وتختاري ديكور او تنسقه ويبقى الشكل شيك وراقي، ويعني الناس كلها تقول لك انت جايبه مهندسه الديكور تعمل الكلام ده، فاهمه؟ بالنسبه يعني لما تيجي تحبي، لو انت من النوع اللي بتحبي تغيري ديكور وتحبي تعملي ستايلات معينه، هفهمكم يعني هنبدا مع بعض كده اشرح لكم ازاي بنقي اختياراتي في ستايلات الالوان. بمعنى ان في ساعات ممكن اختار 2 لون فقط، في ساعات اختار 3 لون، ممكن اختار 4 لون، وبعمل اضافه باصغر لون عندي. طبعا الكلام ده كله هنشرحه مع بعض كتير. المهم اتاكدي ان انت لغايه اللحظه دي عامله اللايك، دايسه الاشتراك، وعامله التعليق الحلو، وكملي معايا الفيديو. ندخل كده على كتيبه الديكور اللي طبعا انتوا عارفين ان هي بتبقى حاجات ترندي، حاجات زي ماركات عالميه زي التشانل، زي حاجات كتير جدا جدا جدا، وانا اصلا بحب الماركات دي جدا. فكتب الديكور بتاعتها بتبقى قمر كده وكيوت. يعني زي ما انتم شايفين الالوان اللي هي دي بينك على اللي هو اللون الروز الفاتح القمر، على اللون لا معرفش اللي هو الروز اللي هو الناعم خالص، داخل فيه في النص كده لون مش عارفه اقول لكم اللون ده ايه. اللون اللي في النص ده تحسيه جولد او اوكسودير او اورنج، فاهمه؟ يعني هما الثلاثه دول مع بعض جايبين لون جامد قوي. هنا كده بالنسبه بقى للمشتريات، واحنا قلنا محل لو مارشي. طبعا احنا جمهوريه مصر العربيه، بتكلم على محافظه بورسعيد يا جماعه، والمكان اللي انا بسجل منه ده حاليا كومباوند بورتو سعيد. المحل اللي انا شاريه منه اسمه محل لو مارشي، وعلى فكره عندكم فرع في القاهره لو حد حابب، وهسيب لكم تحت التعليقات في اول تعليق مثبت رقم بتاعهم التواصل وما الى ذلك. هنا كمان كنت حابه انوه ان انا بالنسبه للديكور النهارده بقت الالوان البينك. انا مختاره حاجات قمر قوي، قمر وكيوت، واكيد انا واثقه ان هي تعجبنا كلنا، لان دي الاذواق دي بنحبها كلنا من اول البناويت الصغننين لغايه النساء الكبار ايا كان. حلو الكلام، حلو ده. بصي بقى محل لو مارشي هتلاقيه في محافظه بورسعيد، عارفه اللي هو مول الشاطئيه. في حاجه كمان مهمه، مش مجرد ان انت تروحي المحل وبس، ده انت كمان لازم تقولي ان انت عندك قناه ليلى فوزي، لان انا اللي بيروح من عندي من القناه طبعا بياخد ديسكاونت حلو جدا، وبياخد معامله جميله جدا طبعا، بيبقى مميزه بيهم فراولاتي. هنا كده زي ما انتم شايفين حاجات انا اخترتها على شكل الصبار. في الاولانيه فيها الابيض، وبعدين تاني اللون الاكسودير. اللون الاكسودير معايا دون هيمشي معايا في البينك، واللون هو الاكسودير اللي هو ما بين الروز جولد، فاهمه؟ لا يا رب على فكره ده مش اكسودير، انا اسفه، ده الروز جولد. الروز جولد اللي هو ما بين الجولد والروز، فاهمه؟ فهو هيمشي معايا. طبعا انا عندي 3 كتيبات الديكور هتمشي بالظبط. طيب اللي انا بفكها دي كده هي بتنور وقمر وحاجه كيوت جدا، بس لو عندك اطفال هيدغدغوها لك يعني. انا مختاراها ميتشنج مع بعض، اللي هي الاساس بتاعها اللون البيج، فيها داخلها اللون اللي هو البينك، وبتنور وحاجه كيوت قوي.
قوي. طب انا الحاجات دي طبعا احنا عارفين ان هتبقى اختياراتها ايه، طبعا اللي متابعني فاهم انا هحطهم فين، بس اللي مش متابع بقى خليها كده مفاجاه لغايه لما ابدا اعمل معاكم الديكور. واستنوا وتاكدي ان انت عامله يا بنات الجرس على الكل، لان لو مش عامله الجرس على الكل هتتفرج على الفيديو ده وتقعد تقولي يعني انت بقى تشوفيني قدرا بقى، لان اليوتيوب فيه مساله. اولا الناس لما انتوا بتعملي لايك وبتعملي التعليق وبتتاكدي ان انت مشغله اللي هو الجرس، كده هيظهر لك الفيديوهات. طب لو انت ما عملتيش حاجه من الثلاثه دول خلاص انا فين وفين بقى قدرا كده، حاجه قدريه ان انا ايه ابقى قدامك، فاهمه؟ ان شاء الله الفيديوهات تعجبك، وان شاء الله الفيديوهات تكون على مستوى عالي من الرقي والشياكه وكل حاجه انا بحبها انا وانتوا، لان انا بحس ان الفراولات اللي بيتفرجوا عليا بحس ان هم مني وبحسهم ان انا، يعني انا بحس ان انتوا انا. هنا كده الشمعات الصغيره دي بلاستيك طبعا، وهي الالكتروني اللي هي بتنور كده بس، وتحس ان الشمعه كانها حقيقيه في حركه الشمعه من فوق. طبعا بتعمل بالحجاره وما الى ذلك. زي ما شفتوا كده المبخره اللي عدت اللي هي لونها الجولد وفيها الازاز شفاف برضو، دي حاجه حلوه وقمر جدا جدا جدا. بفكر هوريكم دلوقتي مبخره تانية جديده برضو، بفكر ان هي دي اللي هي الجولد اللي انا وريتها لكم دي، اللي فيها الازاز الشفاف الراقي، لان هي رقيقه قوي، فاهمه؟ بصي بقى المبخره التانية اللي انا هوريها لك فراولايه، يعني لما هفتحها وكده هتفهمي انا اقصد ايه. هي عامله مزيج كده من ان هي جولد ذهبي، لكن في النص كده حاسه ان الجولد بتاعها غامق شويه، بالظبط بالظبط يا بنات نفس اللون بتاع الكتاب. تمام. عايزه اوريكم هنا بس كده الوردات اللي انا اخترتها، ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. اخترت وردات كتير جدا لان انا عندي 2 ديكور، عندي البني عندي البينك، فاهمه؟ وعندي يعني هحط كذا حاجه في كذا مكان. في حاجات هتتحط على اللامبدير وهنعمل مع بعض. شوفوا اللون القمر، انا بعشق اللون البني ده. اللون البني ده اصلا مش بني الغامق، اللون ده انا بعشقه حرفيا من وانا صغيره. عارفين اللي هناك ده الكوستر اللي هناك البني ده برضه حاجه جامده قوي. اخر حاجه اصبر انا هدلعكم دلع اصبروا عليا. جبت بقى بصوا اللي هي على شكل الوردات بس دي طويله شويه، هنشوف بقى مع بعض. يعني ممكن نحطها في فاز كده كبيره ونحط خان الفاز لونه جولد، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. كمان جبت كمان الهيش او اللي هو هو اسمه ريش ولا هي ريش. اللي جبت لونه بينك كمان، او اللون اللي هو البينك علشان الالوان التانية، لان انا كده انا ماشيه معاكم 2 ديكور، فاهمه؟ يعني انا ما رضيتش اعملها مره بقى الحاجات البينك، لا مره مش عارفه، قلت مره واحده وخلاص. هنا بقى الكوسترات دول 4 كوسترات والشكل الخاص الجميل اللهم بارك ما شاء الله اللي هو القوي ده. ده هعمل معاه شغل جامد اخر حاجه باذنك يا رب، باذنك يا رب على السفره. انتظروا ان شاء الله كل جديد، وان انا بقى هعمل معاكم الحاجات دي كلها. هتتبسطوا جدا، حاجه جميله حاجه راقيه، ما عملتهاش قبل كده، يعني انا بالنسبه لي بيبسطني كده. عايزه اقول لكم على فكره جامده اخر حاجه. بصوا شايفين ان البنيات جنب السيلفر جامد قوي بجد، ما بهزرش. يعني شايفين السيلفر مع البني جميل، بس لو خلي بالك مش هنستعين بجولد. يعني لو احنا عملنا مع بعض الوان جراي مع البنيات مش هنستعين بجولد. تمام. انا لقيت كده فرع الريش ده كده لونه لونه عسلي كده، فانا قلت انا ما عنديش فكره ليه قوي، يعني وقت التحضير والتظبيط الديكور بقى ان شاء الله هيبان. جبت كمان كوشنات حلوه قوي 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 يا بنات، هتنبسطوا بيها جدا جدا. هنا كده ده بصوا بقى الوردات عشان البينك، بصوا جايبه الجولد وجايبه كمان البينك، تحفه يا بنات تحفه. هنا بوريكم ان انا بصوا الجولد علشان اللون الغامق والبينك علشان اللون الفاتح، اللهم بارك. يعني بصوا يا جماعه الديكورات والالوان مع ليلى غير. انا جماعه مدمنه ديكورات، يعني بجد ببقى مبسوطه بيها جدا، ببقى مبسوطه لما بيبقى في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى والحاجه كده تبقى جميله واموره. هنا كده كمان هحط بقى كده الوردات دي كمان، وهنشوف مع بعض انا جايبه ايه تاني. بيني وبينكم انا ساعه المنتجه انا نسيت يعني. هوريكم كمان المبخره والكوشنات يا بنات اللهم بارك تحفه. الكوشنات تجنن حرفيا، يعني الكوشنات قمر. جايبه حاجتين، جايبه ستايلين، ستايل مودرن والستايل التاني مختلف شويه. هنا ده بقى الريش يا بنات اللي هو اللون الوردي القمر قمر 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. لونه جميل قوي اللون الوردي مع البينك. انتوا خلاص انتوا تقريبا بصوا خلاص بقى صح اتجننتوا ولا لسه؟ طبعا احنا كنساء انتوا عارفين ان احنا بنعشق البنكات، يعني اي حاجه فيها بنك تلاقونا كده زقطتنا قلبنا رفرف كده. في حاجات تانية بس معلش الوقت تظهر. اهي دي المبخره اللي بقول لكم ان هي فيها جولد وليها اللون اللي هو ده
ده اللي في النص نفس لون الكتاب، يعني انا ماشيل بقى منها الورق هتفهمي ان هو نفس لون الكتاب خالص. وقولي لي بقى تحت بقى في التعليقات تحبوا نحط مثلا لما نيجي نحط المبخره على الكتيبات على الكتاب ولا جنبها. ادوني افكار برضو، انتوا اكيد برضو انتوا فهمتوا من شكل الحاجه، فاكيد برضو هتبقوا إيه فاهمين كمان نقدر نعمل ايه وكده. اول كوشن معانا يا بنات هنا باللون الجولد، تمام. هنا كمان معانا كوشن باللون الجولد اللي هو الجليتر اللي بيلمع، وكمان في لون تاني اللي هو الاساس بتاعه اسود، وكان في اللون الهافان جميل جدا. بس انا بصراحه مش حابه ان انا اغير قيمي او الحاجات اللي انا بقول عليها. انا بعشق رسمه الفرزاتشي اللي هي في الحواف بتاع الكوشن، لكن انا رسمه الفرزاتشي نفسها اللي في النص دي انا ما بحبهاش. يعني انا بفضل ان انا لما الاقي اللي هي الرسمه اللي هي بتاعت الوش الاسد، يعني انا بحب رسمه الفرزاتشي جدا. الاطراف دي بموت فيها، لكن الملكه الفرزاتشي نفسها انا مش مع المساله، مش بحبها. بحب لو هي مكانها الاسد يبقى افضل يعني. هنا كمان جبت كمان الكوشن اللي هو هتحسيه بني في اسود في الاساس بتاعه اللي هو الاوف وايت. وطبعا كده الحاجه بدات تبان اكتر كمان. دي الحاجات اللي هي تحسوها قمر كده في نفسها. هنا بقى الحاجات اللي هي الكوشنات المودرن. هنا طبعا شكل شانيل طبعا معروفه ان هي ازازه البرفيوم وعليها الوردات فوق، وانتوا عارفين بقى بيحطوا لها ستايلات معينه كده. الاساس بتاعها اللي هو الاوف وايت فيها الورده البينك عشان يمشي معايا كده. هنا بقى كمان بالنسبه لي الكوشن اللي عليه البنوته دي هو بقى اضطريت ليه لان انا محتاجه اللون البينك والاخضر. خلي بالكم انا كان قصدي يعني انا لاقيه هنا فوق في وردات خضراء ظاهره، وهنا برده كان قصد يعني انا قصده ده، فاهمه؟ ده اللي اسمه اللون الداعم. يعني ايه اللون الداعم؟ اللي هو اللون المطرقع اللي في النص، فاهمه؟ ساعات كده تقومي عامله لون مطرقع في النص يخليك المنظر شكله قمر قوي. هنا كمان اليونيكورن اللي هو الكوشن اللي هو بالاشكال بتاعتها، الاساس بتاعه البينك، وكمان اللي هو القزقزح والكلام ده كله. فده كان شكل الكوشنات. هنا بقى القمر ده بقى اللي هعمله معاكم. خلي بالكم انا هعمل لكم كمان، يعني انا هعمل لكم ديكور للريسبشن، هعمل لكم ديكور سفرة، هعمل لكم ديكور لغرفه النوم. انا بصوا الفتره دي باذنك يا رب، باذنك يا رب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. باذنك يا رب هعمل معاكم حاجات جامده قوي باذن الله الفتره الجايه. طبعا انتم متخيلين ان انا هعمل البني ده يوم هكون عامله البني، وهحط لكم مكان البنيات ده حاجه كده في بالي كده لما هعمل البينك، فاهمه؟ يعني انا هظبط معاكي. هنا برده الكوستر القمر ده كده في لون لو تاخدوا بالكم بني وبينك، وهو الاساس بتاعه ابيض. طبعا هتفهموا بقى مع التنسيقات. هشرح بقى يعني هنا كده بقول لكم ان في وفي وفي وفي، لكن مع التنسيقات هشرح واقول لك لو انت تعرضت لموقف انت تختاري بين لونين تعملي ايه. بصوا يا جماعه انا بجد بعتمد اعتماد اساسي طبعا بعد ترتيب ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى عامل حاجه اسمها كده التيسير، التوفيق. يعني بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بعتمد على حته عنايه، يعني فاهمه ان انا بحس ان انا اشوف عنايه مرتاحه زي ساعات كتير جدا. يمكن اللي عارفيني
عارفين الموضوع ده ان انا ببقى شايفه ايه اللي عينيا مرتاحه في ايه، طب انا عينيا ترتاحي ازاي كده يعني. المساله مش صعبه، اما تحبي الحاجه هتدي فيها وتعملي فيها. هشيل لكم بقى الحاجات دي كلها كده، ومش عارفه ده المقطع ده اتكرر معانا تاني مش مشكله، هعمل لكم تاني بقى الحاجات دي كلها في على السفره، لان انا حاسه ان الترابيزه هنا مش كبيره ومش اخده الحاجه كويس، انا حاسه ان هي مش ظاهره كمان عشان اخد لكم صوره حلوه للفيديو. فهحط لكم الحاجات دي كلها هعرضها على السفره بحيث ان برضو تاخد شكل جمالي اكتر. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا بجد، شكرا على تفاعلكم، شكرا على الكلام القمر اللي انتوا بتقولوه، بجد اشكركم من قلبي بجد جدا جدا جدا.